السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ازاي نخلي السوداني يتحول لفستق من غير ما نحط عليه لون صناعي ومن غير ما نكلف نفسنا خالص؟ هقول لكم على مكون بجنيه واحد بس، هو الجرجير. هنستعمل الجرجير واحنا مطمنين وعن تجربة لناس كتير جدا. هنجيب ربطة جرجير كده بجنيه، وهيبدأ نغسلها كويس وناخد بس الورق بتاعها، هنحط عليها نص كوباية من المية ومعلقة كبيرة مليانة من السكر، وهنرفع الحاجات دي على النار. بعد كده بعد مرور مثلا 10 دقايق انا وطيت يعني عليه وغطيت الحلة، هناخده نضربه في الخلاط ضرب ناعم جدا بعد ما يدبل معانا على النار كويس. بعد كده هناخده ونحطه في حلة ونحط عليه فانيليا ونرجعه على النار تاني علشان يبدأ بقى القوام بتاعه يتقل ويتبخر كل السوائل منه. اول ما نلاقي القوام يعني نعمل كده خط في النص ما يدخلش على بعض كده، تمام جدا بقى جاهز معانا. طبعا مش هنحفظه كده وهو سخن، عن تجربة بقى طبعا. هنجرب دلوقتي ازاي نحول السوداني يبقى فستق كداب، او لونه يبقى اخضر. هنحط عليه معلقتين كبار كده وهنضربهم في الكبة. هتضربوه خشن هتضربوه ناعم يستحسن طبعا تضربوه ناعم اكتر من كده. هنحفظه دلوقتي في الفريزر، لو في باب التلاجة هيقعد معاكوا اسبوع بس طبعا. تستعملوه لو في باب التلاجة لمدة اسبوع. الشوية دول كده انا هستعملهم ان شاء الله الفيديو الجاي.